اهو كابتن جمال. بص كابتن جمال قال لا 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 لا، قال لي هو فين الاهلي؟ قلت له يا كابتن خلي بالك، هو الاهلي هنا فين؟ ده اخر حاجه حارس لسه اطلع بيها عمرو كده. فانا قلت له يا كابتن جمال خلي بالك، احنا في سنه من السنين كنا الفرق 14 15 نقطه. في سنه يا كابتن، ده في كام سنه؟ في كام سنه؟ 11 و9 و14 و8. كابتن جمال مبروك، بس يعني ربنا كل حاجه ربنا يديم عليك، ربنا يعيدها. بعض الحاجات اللي هي خلتكم بصوا بس النادي الاهلي متاجل له ماتش وهيلعب بكره ماتش ان شاء الله. يعني متاجل له ماتش يعني ب3 بونت، صح؟ مظبوط. وهيلعب بكره ماتش، لو كسب 6 بونت فهيطلع فوق، هيطلع فوق جدا، صحيح، مش كده؟ فانا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان هم لما حطوا ال10 فما لقيتش النادي الاهلي بس، فبسال فين النادي الاهلي، فلقيت ان هو متاجل له ماتش. ادينا بس 5 عمري لا 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 كان بيهزر معاك. بص انا لبست الفانله الحمراء، عمري ما اتريق. انا دايما كنت بقول حاجات معينه، حاجات معينه حصلت لي، انما هو النادي الاهلي ده نادي كبير، وهو والزمالك هيفضلوا طول عمرهم هنعمل ند مع بعض، هنعمل مشاكل مع بعض، هيفضل الزمالك والاهلي وهم اقوى فريقين، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، اي حد يتقال الاول هيفضل طول العمر هم الاقوى ناديين في وبعدين خلي بالك يا بلال، يعني حتى احنا بنتكلم بره بنهزر، الروح خد بالك، بص الروح ما بيننا حلوه. طب كابتن جمال، بدايه كابتن هاني رمزي اتكلم عن البدايه بعد العوده، كانت بدايه موفقه جدا جدا، سبيريت عاليه جدا جدا من اللعيبه، المدير الفني مركز بشكل كبير جدا. فكرنا باول مباراه بتاعه سيراميكا كليوباترا، نفس الروح، نفس القتاليه. فرقه اعتقد برضو فرقه كانت سيراميكا فرقه منظمه لا تقل امكانيات وقدرات عن المصري. هل ممكن الزمالك يكمل، ولا زي ما حصل بعد سيراميكا شفنا تعادل مع المقاولين، شفنا خساره من وادي دجله، الامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس؟ هل دي هي دي البدايه او هي دي العوده، وبعد كده ممكن لا قدر يحصل حاجه ثانيه؟ وهل تقدر في الوقت الحالي انك تقيم فيريرا وبتقول عليه اذا كان مدرب جيد، او لسه برضو عندك وقت عشان تقدر تقيمه؟ بص طبعا انتوا لعيبه كبار، الكره مدوره ما تعرفش ايه اللي هيحصل فيها، انما انا بقول لك هو ان الزمالك هيكمل ان شاء الله باذن الله. هيكمل ليه؟ لان هو ماتش وادي دجله نازل حاطط في جيبه ال3 بونت وهكسب فرقه درجه ثانيه، لان انا اما الاهلي تعادل قبل كده مع فرقه ونزل كسب 1-0، الماتش اللي هو كسبه وراه 1-0 كان دايما يقول لك الزمالك ما بيقبلش الهدايا، فكسب، فبدا اما الاهلي يخسر الزمالك هيكسب، فحط 3 بونت في جيبه، فالغرور ده والتكبر ده خسر الماتش، فمش هيخسر تاني. ليه؟ لان خلاص بقى ما فيش حاجه اسمها ده الناديين اللي طالعين من درجه ثانيه تعادلوا مع الزمالك. تعلم الدرس يعني قصدك في 100%. عشان كده بقول لك ان شاء الله هيكمل. ليه؟ خلاص بقى هو انا مش ما فيش حاجه في جيبي، الحكم يصفر انا كسبان 3 بونت في جيبي، طول ما الماتش شغال حتى لو كسبان 2-0 لازم استنى الحكم يصفر. فهم اللعيبه كده، زائد المستر يانيك فيريرا فعلا لعب ناصر ماهر في مكانه، بدا يستفاد منه. النهارده الجول الاولاني يعني ممكن يكون عدي جابه كويس قوي، عدي الدباغ، ولكن عايز اقول لك ان ال1-2 الضغط اللي عمله ناصر ماهر على الظهير الايمن بتاع او المحمدي باين، خلاه يغلط يديها لعايد، اسمه عايد مش كده؟ ادم كايد فخدها ولعب ال1-2 راح حطها لناصر ماهر، حطها حلو جدا تيجي في القائم، طبعا جت في الولد وجت في القائم عشان عدي يبقى جوه. عايز اقول لك الجمله دي اتعملت في ماتش قبل كده اما ناصر ماهر كان بيلعب في مكانه، اذا الراجل عرف ان ناصر ده مكانه، ما بيلعبش وينج ليفت ابدا ولا بيلعب راس حرب ولا بيلعب، فبدا ياخد على الفرقه. فبقول لك ده مدرب كويس، بدليل ان اسمه دوت بنزا، ده شيكو بنزا، اما طلع زعلان اول مره وغضب وعمل نفسه كده ما لعبوش، مع ان كنا محتاجينه لان هو الهداف لحد دلوقتي جاب جولين، قال لك لا مش هيلعب. فاذا الراجل ده عنده شخصيه وبدا ما يعاندش نفسه، لا ده بيلعب هنا يبقى بيلعب هنا، ده مكانه كويس كده، والناس طبعا بتقول له ناصر ماهر هنا في الحته الكويسه. عندك مثلا عبد الله السعيد يلعب، ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 6، فالراجل سمع ونفذ علشان هو جديد. بعد كده هتلاقي بقى ايه، هو اللي بينظم الفرقه بعد ما عرف كل اللعيبه. فانا اعتقد ان هو كويس جدا، وبس نصبر عليه شويه وان شاء الله باذن الله هينافس وهيبقى النادي الاهلي والزمالك هم المنافسين ان شاء الله. السلام عليكم. بعد قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح لرئاسه النادي الاهلي لفتره اخرى، الحقيقه كان في ردود افعال مختلفه جدا وفي لغط كتير جدا حول الموضوع. بدايه يا جماعه احنا كاهلاويه عايزين ناكد
رغم حبنا الكبير للكابتن محمود الخطيب، ورغم ان احنا فترة وجوده في رئاسة النادي الاهلي كانت من ازهى الفترات على النادي الاهلي، لكن انا عايز اأكد بس ان الاهلي باق سواء وجود الكابتن محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب غير موجود. مش عايزين نربط نجاح النادي الاهلي واستمراره بوجود الكابتن محمود الخطيب، احنا كده ما تزعلوش بنقلل من النادي الاهلي رغم احترامنا الكامل للكابتن محمود الخطيب. محدش يقدر ينكر مثلا ان الكابتن صالح سليم كان راجل ذو كاريزما وشخصية قوية جدا، ويعتبر هم من مؤسسي النادي الاهلي ومن اكبر رؤساء الاندية واشهرهم للنادي الاهلي. ومع ذلك الكابتن صالح سليم توفي ومسك بعد منه الكابتن حسن حمدي. انا اذكر ان انا كنت من الناس اللي ما كنتش مقتنع بالكابتن حسن حمدي بعد ما تولى بعد الكابتن صالح سليم، ولكن بعد الكابتن صالح سليم جه الكابتن حسن حمدي. كانت من ازهى فترات النادي الاهلي فترة الكابتن حسن حمدي، وكان معاه في الفترة دي في الفترة الاولى كان امين الصندوق الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده الكابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي، وجه بعد كده السلسلة بتتواصل بالكابتن محمود الخطيب. طبعا لا نغفل فترة المهندس محمود طاهر كانت فترة ناجحة برضه رغم اختلافنا او اتفاقنا. اللي عايز اقوله ان كل ابناء النادي الاهلي هم بيمثلوا كيان النادي الاهلي، بيعملوا باخلاص. احنا مش زي الانديه التانية، ما عندناش تصارع، ما عندناش تراشق، ما عندناش تصفيه حسابات. في المقام الاول اي حد من ابناء النادي الاهلي بيمسك منصب في النادي الاهلي بيبقى همه الاول والاخير مصلحه النادي الاهلي. عشان كده لما جاءت تصريحات حسام غالي، الحقيقه حسام غالي بيتم الدفع به من جهات معينه من فتره كبيره عشان يتصدر المشهد في النادي الاهلي. عشان كده تم قول التصريحات ديت ضد الكابتن محمود الخطيب. وكنا عارفين قبل كده ان كان في حمله على الكابتن محمود الخطيب من زمان. حتى وزير الرياضه الموجود دلوقتي اللي هو اشرف صبحي ده الزملكاوي كان برضو بيحاول يفرض قانون بند ال8 سنوات عشان يمنع ترشح الكابتن محمود لفتره اخرى. في كل الاحوال يا جماعه الراجل فعلا كان عنده ظروف صحيه سيئه كابتن محمود الخطيب، وبرضه لنا ان احنا نكون حسنين النيه. الراجل برضه ظروفه الصحيه بتخليه يبعد كتير عن رئاسه النادي الاهلي. انا افضل احد ابناء النادي الاهلي المخلصين ان هو يمسك في موقعه بعد بدايه الترشح يعني في شهر نوفمبر، لان طبعا انتخاباتها هتجرى في شهر نوفمبر، لان اخر فتره للمجلس الاداره الموجود دلوقتي اللي هو الكابتن محمود الخطيب ومجلسه يوم 25 نوفمبر او في شهر نوفمبر القادم. كل ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي هتتوافق عليهم الجمعيه العموميه قادرين باذن الله ان هم يسيروا الامور. انا في وجهه نظري مع كامل الاحترام لاي وجهه نظر حد، الاقرب في وجهه نظري حاليا هو ياسين منصور ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ يكونوا مجلس اداره باعضاء جمعيه باعضاء مجلس اداره مخلصين من ابناء النادي الاهلي. لا ننسى ان في المجلس الحالي شخصيات محترمه جدا، منهم الكابتن خالد المرتجي والمهندس خالد المرتجي شخصيه محترمه جدا. في بعض اعضاء مجلس الاداره الموجودين قادرين ان هم يستمروا مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بكل امانه. شخصيات محترمه قادره ان هي تقود النادي الاهلي. النادي الاهلي ككيان مش بيتوقف على اشخاص. كلنا طبعا كان نفسنا الكابتن محمود الخطيب يستمر، مش عايزين نطلع بنظريه المؤامره ونقول اصل في اوامر، اصل في مش عارف ايه. لا يا جماعه، الاهلي ما بينضغطش عليه باوامر ولا الكلام ده. والكابتن محمود الخطيب اكبر كتير من ان احنا نقول ان هو طلع قال كده عشان واحد زي حسام غالي. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. لا، قبل كده كان في حمله كتير وكان في كلام كتير، والكابتن محمود الخطيب استمر في الرئاسه. لكن بكل امانه احنا شفنا الفتره الاخيره كان بيبتعد فترات كتيره عن مجلس الاداره وعن القرارات، وكان في قرارات كتير بتاخر للظروف الصحيه للكابتن محمود الخطيب. مفيش مشكله ابدا، عادي. كل ابناء النادي الاهلي ان شاء الله المخلصين قادرين ان هم يقودوا دفه النادي الاهلي.